مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. برحب بضيفي الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ محمد العزيزي، الكاتب الصحفي بالجمهوريه، وقراءه اكثر تحليليه لاهم العناوين الصادره في صحافه هذا الصباح. منورنا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ ايهاب، اهلا بيك. خليني في البدايه يعني هذه السقطه الكبيره لقناه الجزيره العميله التي يعني انتجت او ستنتج فيلم قصير على الجيش المصري، كله اكاذيب وكله ضلال وكله تشويش، ومحاولات هذه القناه المستمره يعني لايقاف او تعطيل او تشويش كل حدث كبير يحدث في مصر، الى ان وصلت بقى انها بتتكلم عن الجيش المصري. ودي مساله في منتهى الخطوره يعني. يعني خليني اقول لك ان الكلام عن الجيش المصري هو اخر الخطوط الحمراء. الجزيره قبل كده تخطط اكثر من خط احمر، يعني بدعم الارهاب ودعم الجماعه الاخوانيه الارهابيه اللي كانت موجوده في مصر، وبالتشويش على كل انجاز بتعمله مصر، وتبقى مصر بتحتفل فهي بتقدم يعني اشياء مفبركه ونماذج كريهه حتى من داخل المجتمع المصري، يعني دافع لهم فلوس. انما لما تتكلم عن الجيش المصري فاحنا عارفين هي يعني ده جزء من المخطط الاكبر. الدول بتسقط ازاي يا استاذ ايهاب؟ الدول بتسقط عندما تسقط جيوشها. يعني اذا الجيش سقط في اي دوله فالدوله بتسقط. في ليبيا حدث ذلك، واحنا النماذج قدامنا موجوده. كان الشاغل الاهم بالنسبه لبولير بريمر في العراق انه فك الجيش العراقي فسقطت العراق. في ليبيا نفس الوضع، في اليمن دلوقتي بيحصل نفس الوضع، في سوريا بيحصل نفس الوضع لولا تماسك الجيش السوري. وخلينا لما نقول الجيش السوري بنقول جيش سوريا، ما بنقولش جيش حد. زي الرئيس السيسي عندنا هنا لما بيقول الجيش المصري ده بتاع الشعب المصري. تمام. مش بتاع رئيس. لا بتاع السيسي ولا كان بتاع قبله ولا اللي قبله ولا هيبقى بتاع اي رئيس قادم. نتحدث هنا عن اقدم جيش في مش عايز اقول في التاريخ، جيش احمس. تمام. يعني نرجع لورا قوي يعني في السنين جيش احمس. وبالتالي هم فاهمين الضغط على فكره ان انت بتتكلم بقى عن جيشك وعن قواتك المسلحه، فانت بتعمل نوع من انواع الاهتزاز او الارتباك او تشويه العلاقه بين الجيش وبين الشعب، رغم ان هم مش عايزين يفهموا. يعني هم اعتقد ان هم انما هو بيحاولوا يضللوا. معروف ان الجيش المصري هو الشعب المصري، الشعب المصري هو من الجيش المصري. مساله ما ينفعش فيها الفصل، لان احنا لا احنا جيش مرتزقه ولا احنا جيش موظفين ولا احنا جيش بنجيب من اي حد زي ما عندهم جيش فيه 11,000 واحد، منهم 7,000 مرتزقه من بره متجنسين. وهي قطر انت عارف انها بتجنس كل حاجه. يعني لعيبه الكوره على الجيش على الداخليه على اي حد. الاسره الحاكمه في قطر اسره لا تنتج اي شيء ولا بتعمل اي حاجه غير شويه البترول والغاز اللي عندها، وبالتالي عندها فائض من الثروات كتير، عايزه تأدي دور وتشتري لنفسها تاريخ وتشتري لنفسها دور في المنطقه، فبتعمل الكلام ده. يمكن الخبر ده مش ما كانش موجود معنا في العناوين، بس انت اصريت بس انا اصريت اقول ليه، بقول لك انك ليه تتكلم عنه، لان صحيح. فعلا نحن نتحدث هنا عن جيش وطني طبعا مصري. طبعا. يمكن خلال الفتره اللي فاتت استاذ محمد، يعني بنجد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني باخلاقه بوطنيته، يعني رغم كل الكلام الذي تعرض له، هو شوف يا استاذ، لكن عندما يتعلق الامر طبعا بالجيش المصري بجيش كل المصريين لابد ان تكون هناك وقفه. وهنا خلينا اتكلم على نفاذ صبر المصريين وقدره الرئيس على التحمل هذه التفاهات والكذب المستمر من هذه القناه ومن هذه الدوله. شوف الرئيس السيسي زي ما حضرتك تفضلت وقلت مؤدب ومش عايز يبقى فيه غلط ومش عايز رغم انه بيتعرض لهجوم كتير. رغم انه اكتر رئيس في العالم تعرض لهجوم وتعرض لكلام مسيء يعني. ومع ذلك هو عنده قاعده ان انا بسمع الكلام من هنا بس بشتغل من الناحيه الثانيه عشان ارد عليه بالعمل. انما ايا كان الوضع، انت دلوقتي لما تتكلم عن حتى اساءه لشخص الرئيس هو حر يدافع عنه وما يدافعش، رغم ان ده مسؤوليتنا ان الرئيس بيمثل الامه المصريه وبيمثل كل المصريين. انما لما تتكلم عن الجيش انت بتتكلم عني بشكل مباشر، لان انا خدمت في الجيش وحضرتك خدمت في الجيش وكل اسرنا واهالينا خدموا في القوات المسلحه. فانت لما بتحاول تعمل لي اساءه فانت بتعمل اساءه للشعب المصري بالكامل، مسلم ومسيحي واي حد كان موجود في هذا الوطن وداخل الجيش. هنا فكره بقى ان الدوله والدبلوماسيه تقول ان احنا مش عايزين نرد، لا احنا دي مساله بقى لازم ياخد الرئيس فيها موقف، وقياده القوات المسلحه تاخد موقف بالرد المحترم اللي تحط هذه الدوله في حجمها الحقيقي. ده رقم 2، الشعب المصري عليه دور.
انت سياده الرئيس تتصرف دبلوماسيا زي ما انت عايز، انما انا كمواطن مصري انا محتاج اخد حقي بقى، محتاج ارد على هذه الدويله الصغيره، ومحتاج ارد على قناه الجزيره اللي بقت هي الدوله، وقطر بقت حاجه تابعه ليها. فانا محتاج ارد، محتاج الشعب المصري يرد. انا يعني يمكن من يومين اتكلمت قلت النهارده قناه الجزيره بتذيع الفيلم المضلل المكذوب، وهي سامعه وشايفه الاف الفيديوهات والاف الكلام من اسر المصريين واسر الشهداء ساعه لما بيدفنوا ابن ليهم بيقولوا احنا لو عندنا اولاد تانيين هنوديهم القدس. هم ما قدروش يوصلوا للجزئيه ديت، ما قدروش يوصلوا ان الجيش المصري ده هو الشعب المصري. وبالتالي انا طرحت كلام، قلت النهارده يوم 27 عايزه تذيع الفيلم تاني، احنا كلنا في مصر لازم نسمع تسلم الايادي ونعلي صوت الاغنيه دي، لان دي اغنيه موجهه للقوات المسلحه المصريه، ونحطها على موبايلاتنا وفي بيوتنا ونرفع علم مصر على بلكوناتنا. الرد من الشعب المصري لازم يكون رد بحجم الاساءه اللي بتحاول تقدمها هذه الدويله الحقيره بلينا بشكل متعمد، وانا مش فاهم هي يعني خليني الزملاء بيعرضوا ده جيش مصر، ده جيش كل المصريين. يمكن مساله يعني ماذا يضر قطر؟ وفي النهايه احنا الشعب المصري عندنا قوميه وعندنا عروبيه وعندنا وطنيه. يعني ازاي دوله تشكك في جيش هو الجيش الوحيد اللي موجود في المنطقه؟ وصدقني انا ممكن اقولها وانا عن طيب خاطر، اذا حدث اي سوء لدوله قطر رغم ما يقولونه ليلا ونهارا، ما اعتقدش ان الجيش المصري ولا الشعب المصري هيرضى على الشعب القطري ان يتعرض لاي هجوم ايا ما كان. شوف يا استاذ ايهاب، قطر او الحكومه في قطر لا تدرك معنى الجيوش، لانها لا عمرها حربت ولا عمرها دخلت في اختبار. يوم ما تم احتلال الكويت، اللي حرر الكويت الجيش المصري. الجيش المصري هو جيش المنطقه العربيه كلها، وده الكلام اللي هم مش قادرين يستوعبوه حتى في الخليج. لما الرئيس قال ان انا بدعو لقوه عربيه مشتركه هو كان فاهم، انما للاسف هم مش فاهمين. اجهضوا الفكره بايعاز من الولايات المتحده الامريكيه، لان ازاي يبقى في نواه لقوه عربيه تقدر تواجه الارهاب وتقدر تواجه المخططات. الجيش المصري هو العقله اللي في الزور اللي منعت كل الكلام ده. احنا مش هنضحك على نفسنا، دي مساله معروفه ومعروف في كل الدول. جيش غير في المنطقه العربيه غير الجيش المصري، غير الجيش المصري. خلي بالك مش بس مصلحه قطر ان يعني مش انا مستغرب بصراحه. انت عندك جيش مصنف يعني مصنف على مستوى 12 جدا 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 جدا. ففكره ان قطر بقى تفكر تروح عند الخط الاحمر ده، فقطر مش محتاجه حساب، لا قطر محتاجه عقاب، والاسره الحاكمه في قطر محتاجه عقاب، والعقاب لازم يكون بكل الاشكال، على المستوى الشعبي من الشعب المصري، على المستوى الرئاسي من الحكومه المصريه ومن الرئيس، وعلى المستوى الدبلوماسي. ولازم هذه الدويله تتفضح بالمعنى الحقيقي للفضيحه، لانها متآمره بكل ابعاد المؤامره. عملت في ليبيا وفي مصر، وبتدعم الارهابيين اللي في سوريا وبتحاول تسقط الانظمه. لا، ده شغلتها كده، هي شغلتها اتوظفت كده لانها قناه او دوله عميله بالمعنى الواضح. الملف ده هيبقى مفتوح، يعني هيستمر مفتوح، لان هذه الدولة تقريبا يعني لها اجندات دولية هي بتنفذها. يعني ننتقل الى الاهرام، والسيسي يحذر من محاولات تخزين السلع لرفع اسعارها. الرئيس يشدد على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار. وهنا السيد الرئيس خلال يعني الفترة الماضية اكثر من اجتماع مع يعني أجهزة رقابية وأجهزة المخابرات ومجموعة الاقتصادية من أجل مسألة يعني الحفاظ على محدود الدخل من خلال مراقبة الأسواق، والأسعار لسه زي ما هي يا أستاذ محمد. شوف يا أستاذ إيهاب، أنا خليني يعني ما أعرفش صياغة الخبر، كلمة يحذر وكلمة يشدد. أنا ده كلام طبعا صح، إنما لو هو المقصود إنه يحذر أنا مش محتاج الرئيس يحذر. الرئيس قال تعليمات، وباعتبار إنه هو رئيس السلطة التنفيذية فأنا محتاج هذه التعليمات تتنفذ. اللي ما نفذش التعليمات ديت يتحاسب، تشال من مكانه، يقعد في بيته، أحط حد قادر على تنفيذ التعليمات ديت. وكلمة يشدد على كذا، أنا مش الرئيس لا يشدد ولا يحذر. الرئيس يقول قرارات وتعليمات بتهم المواطن المصري، الأجهزة والحكومة بالكامل تنفذها كما يجب وكما يجب أن تكون. إنما فكرة إن أنا كل شوية بعمل اجتماعات وبعمل اللي عليا، وزي ما بتقال على قوانين الاستثمار،
الراجل عمل مجلس اعلى للاستثمار وقال فيه كلام مهم جدا، مهم جدا، يعني مواد غايه في الروعه والاحترام، وتقدر تفتح ابواب مصر ديت على مصراعيها لاستثمارات كتيره جدا. انما هو فين قانون الاستثمار؟ قانون الاستثمار لسه ما تمش اعتماده من البرلمان. هو فين الحركه اللي التسهيلات اللي الرئيس قال عليها ما اتعملتش ليه؟ وانا محتاج لما اقول 15 يوم او شهر اقعد سنه ولا سنتين عشان انفذ الكلام ده؟ لا، احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله في الاداء الحكومي بشكل عام. الرئيس بيعمل اللي عليه ومش هيقدر ينزل يعمل كل حاجه بايديه، انما بيقول. انما المشكله في الحكومه، مفيش سرعه ولا فيش اداء كما يجب. فكره بقى موضوع الاسعار دي انا شايف ان دي شيء ضاغط جدا على المصريين. المصريين احتملوا اصلاحات اقتصاديه وقرارات ما كان لاي رئيس يجرؤ ان يعملها، وما كان لاي شعب او المصريين بالتحديد ان هم يستحملوها ويقبلوها ويمرروها. انما هي المساله قناعه ان انت راجل بتقود سفينه في مرحله احنا عارفين انها خطره، وعشان كده احنا بنساعدك لان احنا كلنا راكبين فيها. لو غرقت هتغرق بينا كلنا، ولو نجيت هتنجي بينا كلنا. وبالتالي المصريين مرروا المرحله ديت اللي كان فيها يعني ناس كتير قوي في الخارج وفي الداخل راهنوا على ان المصريين هيقوموا يولعوا الدنيا كلها، انما ده ما حصلش. فيبقى التقدير المناسب لهذا الشعب والناس اللي قدرت تحتمل هذه الموجة الصعبة جدا، ان يبقى الحكومة واقفة قدامها بقى بتنفذ الكلام ده بترعى. فكرة ما فيش حاجة اسمها مش قادر اسيطر على الاسعار، لا، لازم تسيطر على الاسعار. اما انت دولة بتعمل ايه؟ اما انت حكومة بتعمل ايه؟ ما انت لازم تحدد هوامش ربح معينة من لكل سلعة من المال. ما تقولش سعر، انا مش عايز سعر، انما اعمل هوامش ربح. لو زادت عن كده راقب وحاسب، امسك ناس وحاسبها واصدر عليها احكام سريعه جدا عشان تحقق الردع. انما انت عمال نتكلم، الجهاز الحكومه عماله تتكلم، وعمالين نعمل برامج لمحدود الدخل، وعمالين نعمل الكلام ده كله، والكلام ده كله في سكه، والاسعار بتزيد كل يوم في سكه تانية. يعني انت اديني 500 جنيه ولا اديني 1000 جنيه، هم ال 1000 جنيه دلوقتي بيعملوا ايه؟ الزياده اللي حصلت في البنزين والسولار، شوف حجم الناس رفعت اسعار قد ايه، هل توازي هذه النسبه اللي تم رفعها؟ الحكومه قالت 10 الى 15%. اللي حصل عندنا من ارتفاع الاسعار يوازي هذه النسبه؟ ده في اسعار وصلت ل 100%. مش عايز اقول كده. فبقت المساله مطلقه، والحكومه ما تقدر. الشعب الحقيقه الشعب المصري عمل اللي عليه، قبل المساله واستحملها ومررها، يبقى دور بقى الاجهزه الرقابيه يبقى على الاجهزه الرقابيه والحكومه هتأدي دورها بقى. مش ممكن يعني، مش هينفع يعني كده، هتبقى المساله زايده قوي. فانا بتمنى الكلام لما الرئيس يقول كلام وما يتنفذش في خلال مده معينه، اشيل الناس ده قاعده في البيت، اجيب ناس تانية تعمل الكلام ده. ده احنا جهاز حكومي فيه 7 مليون يشتغلوا، الناس تشتغل وتنزل تتابع وتراقب، بدل ما احنا عايشين ومدخلين الشعب المصري الغلبان في مواجهه مع غول اسعار وتجار جشعين ومافيا بتعمل اللي على مزاجها. وانا بقول ان انا بحط سلع استراتيجيه. طب السكر والرز والازمات اللي حصلت، اقول لك اسعار السكر ب7 جنيه بقى، التموين زي اللي بره، روح هاته مش هتلاقيه محطوط في بعض المجمعات. انا عشان اجيب سكر اصرف 10 جنيه عشان اروح اجيب كيلو سكر من مكان معين، ما برضه ديت مساله مش متاحه. يعني لازم انا اخلي الكلام ده متاح للناس بشكل حقيقي، وبشكل ما يبقاش فيه ازدواج في الاسعار. ازمه البلد ان كل حاجه عندنا لها سعرين وثلاثة واربعة، وكل حاجة لنا فيها رأيين وثلاثة واربعة. احنا عايزين بقى نمشي في اتجاه واحد، في نهر له ضفاف. الدنيا ما تبقاش سايحة. تأجيل محاكمة ضباط سجن المستقبل ل 10 ديسمبر، وده كان خاص بهروب بعض الجماعات التكفيرية. لكن هاخد برضو على الجانب الآخر، كان في يعني حادث إرهابي في سيناء راح ضحيته مجموعة من شهدائنا من أبطالنا، 11 شهيد. وكان في تقرير خاص عن تشييع جنازة 3 من أبناء مدينة أسوان. الجيش المصري بيقدم تضحيات، الشرطة المصرية بتقدم تضحيات، المواطن المصري بيقدم تضحيات، وما زالت هذه الجماعة الإرهابية ومحبيها لا يفهمون أن الشعب المصري لن يحكم تحت أي اسم، وخاصة إذا كان الدين. ده طبعا. وأنا الحقيقة يعني زي دلوقتي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، الحاجتين المهمين اللي ضاغطين على المصريين زي ما قلت لك، الحياة اليومية فيما يتعلق بالأسعار، أكلهم وشربهم، الحياة اليومية والخدمات وكل حاجة بتغلى. الحاجة الثانية إن أنت كل يوم عندك جنازة واثنين، وعندك شهيد، يعني آلام ودموع وبكاء وعويل والكلام ده. وعلى فكرة الكلام ده بيمر وهيمر، بس هي المسألة
احنا محتاجين بقى في الجزئيتين دول يبقى عندنا وقفه مهمه يا استاذ هاني. الفكره بتاعت موضوع سيناء والكلام ده دي مساله انا محتاج، يعني انا مش خبير عسكري ولا املك قرار، انما رؤيه زي اي رؤيه. المصريين عندهم استعداد يتحملوا اي شيء بس يبقى في نتائج على الارض السريعه. احنا مش ممكن هندننا قاعدين في الكيلومتر المربع اللي موجود هناك ده كل يوم بيسقط مننا ضحيه بنفس الشكل ونفس الكلام. انا رايي ان احنا لازم نشوف حل للمنطقه الكيلومتر المربع دي. لازم الناس اللي فيها ديت يتم نقلهم اخراجهم منها او نقلهم منها لمده شهر او شهرين او لمنطقه اكثر امان، لمنطقه اكثر امان. وبعدين بعد كده خاصه ان هو بيتم استهدافهم كمان. انت عارف في 67 تم تهجير 3 محافظات، تمام، الاسماعيليه وبورسعيد والسويس، تمام، وكان عندنا كانوا موجودين عندنا في بلادنا في الشرقيه والدقهليه والمنصوره والبلد دي كلها. فانا يعني اعمل خطه، وهو خصوصا كلهم مش كتير، ده كل اللي في سينا لا يتعدوا 400,000 سواء في الشمال ولا في الجنوب. فانت عندك حاجه تقدر تحلها بسرعه، احط لهم مكان تاني واعمل انذار خلال 48 ساعه اسبوع، واطوق المنطقه ديت. اللي يعدي لازم افحصه جيدا وافتشه، واللي مش طالع من جوه اقتله جوه المكان دوت واجيبها على الارض واعمل غيرها. ما احنا بنعمل مدن جديده، ايه المشكله؟ ونرجعهم تاني لاماكنهم عشان نخلص من الحكايه دي. المساله ديت ضغط على اعصاب الناس، خصوصا ان انت برضو عندك ناس بيتقبض عليها وبتقعد تتحاكم 2 و3 و4، واهالي الضحايا واهالي الشهداء وبيهربوا من لسه بيتكلموا. انت عارف مذبحه رفح الاولى والثانيه اللي مات فيها 25 اللي حباره اعترف بقتلهم وقال لو طلعت تاني هعمل نفس العمل. ده بالعكس، ده قال للقاضي انا هموتك. يعني شوف يعني مستوى التجرؤ والفجر وصل لحد فين، ومع ذلك لسه بيتحاكم لحد دلوقتي. أنا مش شايف أي نظام في العالم بيتعامل مع الإرهاب بهذا المنطق. لما حصل في فرنسا خلال 15 يوم ناس خدت أحكام. ده يجي ياخدنا بقى لمنطقة التشريعات اللي احنا مش عايزين نعدلها دي. ليه؟ البرلمان ليه متأخر في إنه يعني هو في كلام على إن الأسبوع ده أو الأسبوع القادم على الأجندة بتاعته هيعدل بعض قوانين الإجراءات الجنائية، وهيعدل بعض المواد في قانون محكمة النقض، بحيث إن محكمة النقض تنظر القضية مرة ولو رفضتها هي اللي تتصدى ليها وتبقى حكم بات وتنظرها ويبقى حكم نهائي. انما اروح للاستئناف وبعدين اروح للنقض وبعدين اروح للاستئناف وبعدين اروح للنقض ممكن ارجع تاني، لا مساله صعبه جدا. فانت بتتعامل مع مشاعر ناس واهالي ضحايا وشهداء، ويشوفوا كل يوم الناس اللي قتلوا ولادهم قاعدين ورايحين وجايين وكمان بيطلعوا لسانهم. ما ينفعش. فانت عندك منظومه لازم تتم، التشريعات لازم تتعدل، القصة بتاعت منطقة سيناء والكلام ده كله لازم تعدل. وعلى فكرة في أي حروب وفي أي مواجهة في ضحايا بتروح. أنا مش بقول إن احنا نودي ضحايا، إنما ندي إنذار. اللي هيخرج من هنا يطفح، السليم يعدي، مش سليم ومش عايز يخرج يموت. تمام عشان نخلص. تمام. نتكلم على شرم الشيخ. وفدا صحفيا إيطاليا يزور شرم الشيخ، ده في مجال تنشيط السياحة. يمكن في كلام إن السياحة تعود لشرم الشيخ يعني خلال أوائل 2017، سواء كان السياحة الروسية على اعتبار أنها يعني السياحة الأساسية أو الرئيسية الأكثر. الأكثر حوالي 4 مليون سائح روسي بيجوا. كيف ترى زيارة هذا الوفد الصحفي الإيطالي؟ شوف الروس يعني آخر كلام قالوا إن هم في بداية 2017 يعني هيلحقوا الموسم ده. الألمان بدأوا يتوافدوا على شرم الشيخ وعلى الغردقة، الانجليز برضو جم. يعني الحمد لله بدأت المسألة تيجي بعد ما عملنا كل الاحتياطات المطلوبة في مطاراتنا والأمن والكلام ده كله. طلعنا الوفد اللي جاء ده بالتأكيد هينقل صورة عن اللي حاصل في شرم الشيخ، وخلينا نبعد بالمسألة شوية عن قضية ريجين، لأن قضية ريجين اللغط الكبير اللي حصل فيها كان في استهداف لمصر واستهداف تضخيم المسألة واستهداف قضية زي كل القضايا اللي موجودة في كل دول العالم وجناية. وتقريبا هم وصلوا لصيغة مشتركة، بقى في شفافية بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية أو النيابة المصرية في الملف ده، وبقوا عارفين المسألة واصلة لحد فين. ومش ممكن مصالح دولة زي إيطاليا كانت من الأوائل الدول الأوروبية الداعمة ليها ولها استثمارات عندنا
وفي حقل ظهر الغاز ايدي وفي تنسيق بشكل او باخر في الملف الليبي طبعًا ما بين بالظبط بالظبط. انت كمصر انت ايدك في كل الملفات الموجوده في المنطقه. تمام. وايطاليا معنيه بالدرجه الاولى بالتوتر اللي على الحدود الشماليه، على السواحل الشماليه والهجره الغير شرعيه والكلام ده كله. تمام. يعني فده شيء مهم. اتمنى ان الوفد ده لما يرجع ينقل الصوره الطيبه والسياحه ترجع تاني، لان احنا زي ما انت عارف مساله ضرب السياح ديت برضو كانت من ضمن ومتعمده خطط المؤامره، انه يخنقك اقتصاديا وسياحيا ويقلل الفلوس ويعمل كل الكلام ده. انما خلي بالك هي عظمه الشعب المصري انه بيحتمل كل ده واقل من كده. وخلي بالك الناس اللي بتقعد تزاي تقول ايه هو المصريين هيدنهم كده على طول، ايوه هيدنهم كده على طول، لان دي طبيعتهم من الاف السنين. محدش قدر يغيرهم الا بالمعنى اللي هو يعني اللي بيسمحوا بيه. لو اتغيرت فانا اللي سمحت ان انا اتغير، مش حد تاني بيغير المصريين. فاتمنى ان السياحه ترجع تاني وان الحياه تنطلق تاني. انت عارف صناعه السياحه صناعه مهمه كبيرة. في اسر كتير جدا مصالحها تعطلت، في ناس كتير قوي سابت مصر وراحت اشتغلت بره، في ناس محتاجه ترجع، في ناس محتاجه تستقر. انت كمان محتاج فلوس عشان تقدر تعمل التنميه المطلوبه. بالتاكيد. خبر يعني خاص عن محافظه الدقهليه، الاتوبيس النهري بالمنصوره خلال 9 شهور، وده يعني لان المنصوره بقت زحمه قوي كمان. لا حلو كمان على فكره. كل يعني انت لما يبقى عندك انهار داخل المحافظه صالحه ان يبقى فيها نقل نهري، انا ليه ما استخدمهاش؟ ليه ما اقللش حتى حجم الضغط على الطرق اللي بتترصف النهارده وبتبوظ بكره نتيجه الفساد اللي موجود؟ اخلي مسائل النقل حتى للافراد منها متعه ومنها فسحه ومنها سياحه ومنها ان انت بتقلل الضغط على المواصلات العامه اللي بقت مرهقه وبتوفر اشياء كثيره جدا. يعني انا شايف ان احنا يا ريت نستخدم النيل كله في المساله ديت على كل المراكز والمدن اللي بتطل على النيل، ونستخدم السياحه. ده شيء مهم جدا. بس هو المشكله انا ما يعني خلال 9 اشهر وكل حاجه خلال كذا وخلال كذا، احنا محتاجين نشوف حاجات على الارض بقى. يعني بعد 9 شهور يعني احنا محتاجين نشوف حاجات على الارض بقى. تمام. خبر في جريده الجمهوريه صفحه الثالثه، محطه توليد البرولوس العملاقه تنتظر افتتاح الرئيس شاكر. 22 مليون ساعه عمل وانتاجيه 4800 ميجا وات تنقلها الشبكه القوميه. مع التعليق على هذا الخبر الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. دكتور ايمن صباح الخير. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف. اهلا بحضرتك. دكتور ايمن، خلينا يعني ادينا صوره كده عن هذه المحطه، لان دائما بنسمع انها من المحطات العملاقه يعني. هي بالطبع طبعا من ضمن المحطات العملاقه والقدره الكبيره. حضرتك زي ما حضرتك اشرت كده ان هي 4800 ميجا وات. دي من ضمن حزمه المشروعات اللي الرئيس بدأ فيها او اشار للبدء فيها تبع مؤتمر شرم الشيخ. 3 محطات اللي بتقوم بتنفيذها سيمنز مع شركاء محليين اوراسكوم والسويدي. القدره الاجماليه بتاعت ال3 محطات 14400 ميجا وات، يعني قدره كبيره جدا. دي بتعطي لمصر او قطاع الكهرباء القدره على تلبيه الاحتياجات سواء المواطنين او الاستثمارات القادمه على كافه النواحي. الجزء الخاص بالبرولوس زي ما حضرتك قلت ان هي قدره 4800 ميجا وات. هي عباره عن 4 مديول، كل مديول بيتكون من 2 تربينه غازيه كل منها 400 ميجا وات. تمام. واحده تربينه بخاريه برضه قدره 400 ميجا وات. كان دكتور شاكر مع الوزير كان امبارح بيتفقد سير الاعمال اللي موجوده هناك ومتابعه الجدول الزمني او تنفيذه طبقا للجدول الزمني. تمام. دكتور ايمن، المرحله الاولى كام؟ يعني هي الساعه الاجماليه او الانتاج 4800 ميجا وات، المرحله الاولى اللي هيفتتحها السيد الرئيس انتاجها قد ايه، كام وات؟ ان شاء الله باذن الله يعني على قبل نهايه العام باذن الله هيكون، او مع نهايه العام هيكون بالنسبه للقدره كلها حوالي 4400 هيتم اضافتها. من البرولوس حوالي 1600 ميجا وات.
وان شاء الله هيتم تشغيله بالكامل باذن الله على حلول 2018 بالقدره كلها. بشكرك الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء. تعليق حضرتك استاذ محمد على شيء يعني بنتكلم على 14500 ميجا وات. لا ده انا بتكلم على المحطه ديت. انا بتكلم على المحطه 4800 يعني ضعف انتاج السد العالي من الكهرباء. خلي بالك السد العالي 2200 تقريبا في الحدود او 2800 يعني. دول 4800 يعني ضعف انتاج السد العالي من الكهرباء. بنتكلم على 3 محطات البرولوس وتقريبا أيوة وبني سويف وبني سويف وفي محطه في اسيوط اللي هي 14400 ميجا. طبعا ديت بالظبط 50% من حجم الطاقه اللي كانت تقريبا يعني 30 توصل لحوالي 50%. وده بيعظم زي ما حضرتك تفضلت، بيعظم القدرة المصرية على فكرة بقى استيعاب الاستثمارات واستيعاب المصانع، وما يبقاش عندك مشكلة. وخلي بالك اصل ده كمان بيتزامن، دول معظمهم بيشتغلوا بالغاز، ده بيتزامن مع فكرة بقى بداية انتاج حقل ظهر من البحر المتوسط، وفي اكتشاف برضه كبير جدا موجود في خليج السويس وفي غرب الدلتا. يعني الخير جاي للوطن ده ان شاء الله، باعتبار ان مصر ديت هي خزائن الارض. وانت عارف ان سيدنا يوسف قال ايه؟ جعلني على خزائن الارض. خزائن الارض في مصر واخد بالك. فهي الفكره ان احنا بس كان ربنا ادانا رئيس قدر يعني يبص للكلام ده ويستثمر الكلام ده، واحنا علينا بقى ان احنا نشتغلوا الكلام ده. برضو انا بحب احيانا اطبل للرئيس لما بيعمل حاجه كويسه. مش بنطبل، لا ليه بناخدها؟ خلينا نمشي على هوا يا اللي عايز يتكلم خلينا نمشي على هواهم، لان الكلام ده احيانا بيغيظهم. احنا بصراحه يعني احنا كويس ان احنا كدوله، الدوله المصريه متماسكه الى الان. نحن نتعرض الى شاء من شاء ومؤامرات كتيره. عندك اكتشاف مهم جدا برضو في عند الضبعه في المياه الجوفيه. كان لسه الاخبار اليوم عندها تحقيق كبير جدا. في مياه جوفيه موجوده تم اكتشافها تكفي لزراعه 7 مليون فدان. خلي بالك في الضبعه في المنطقه دي في محور بيتعمل من الضبعه لحد رود الفرج، مسافه حوالي 350 متر. حوالين الطريق دوت بس هيتزرع 360 ألف فدان بالمياه ومياه عذبه تصل لعذوبه مياه النيل. وللاسف الكلام ده ناس كتير قوي كانت عارفاه وبتشتغل عليه، انما في الفترات السابقه ما كانش مطلوب انه يطلع للنور ولا مطلوب انه تتزرع. انت عارف ان ملف القمح ده ملف استراتيجي وهام جدا. لا كانت امريكا عايزاك تبقى عندك قمح ولا تزرع ولا الرجاله اللي انك ماتت ايدك، والمستوردين يعملوا اللي هم عايزينه ويعملوا المليارات. فانت عندك مياه جوفيه تكفي لزراعه 7 مليون فدان في المنطقه ديت. منهم بس هيبدا يمكن خلال فتره 360 الف فدان هيتزرعوا بمياه، والمياه على بعد كام بقى؟ 50 الى 160 متر. قريب قوي يعني تعمل ايدك كده تطلع ميه وميه عذبه. وكانت التحاليل ايام مبارك والكلام ده بتقول ان فيها مش عارف 900 ايه من الوحده، يعني درجه الملوحه عليها هي وصلت من 400 مش عارف ل 600، يعني اعذب من ميه النيل. فانت عندك في مصر حاجات كتير جدا، بس محتاجه اللي يفتش او محتاجه اللي يخلص النيه كحد مسؤول، يخلص النيه. اتمنى ان الحكومه وبقيه الجهاز الحكومي يخلص النيه عشان البلد دي تطلع لقدام. تمام. برضو خبر في الاهرام الصفحه 3: محلب يرأس وفد مصر في القمه الفرنكوفونيه في مدغشقر. يمكن يعني هو يعني منظمه او تجمع خاص بالدول الناطقه باللغه الفرنسيه. يعني الشكل بقى اكتر منه بروتوكول، اكتر منه نقاط. لا هو مش بروتوكول قوي، انما هو المساله انت عارف ان افريقيا فيها 3 تجمعات اقتصاديه مهمه جدا يعني. وبقت كل ما الفرنكوفونيه ديت ليها برضه تكتل سياسي ممكن يفيد برعايه فرنسيه. ممكن يعني يفيد في اي تجمع دولي ولا في اي قرار دولي. انت محتاج باستمرار يبقى عندك روابط مع كل التجمعات، لان مفيش قرار في العالم او قرار دولي بيتم الا ان انت بتبقى محتاج الناس ديت لاي حاجه انت عايز تاخدها. هيجي فتره من الفترات هيتم توسيع مجلس الامن، فيبقى محتاج عضو من افريقيا يبقى عضو دائم في مجلس الامن. فانت محتاج كل الاصوات ديت، وده ذكاء. ومروح محلب بالتحديد محلب شخصيه افريقيه من الطراز الاول ويجيد اللغه الفرنسيه، ومحلب ليه علاقات واسعه جدا بكل الدول الافريقيه
انت عارف المقاولين العرب زمان كانت هي البوابه اللي بتخش منها مصر في كل المشروعات الموجوده في افريقيا، وبالتالي هو اختيار موفق، وهيعمل اذا ما كانش في استفاده سريعه فانت بتعمل علاقات وروابط انت هتحتاجها في وقت قريب ان شاء الله. مع الهاتف معالي الوزير مهندس حسام الدين إمام محافظ الدقهلية. معالي المحافظ صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. خبر يسعدني كابن من ابناء المنصوره ان انا يبقى عندي اتوبيس نهري، خاصه ان المنصوره يعني النهر فيها شكله جميل. في البدايه مع الوزير بس نعرف بعض التفاصيل عن هذا المشروع، خاصه ان ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ محمد العزيزي الكاتب الصحفي بالجمهوريه قال احنا عايزين نشوف بقى تنفيذ، يعني بعد 9 اشهر لا عايزين نشوف تنفيذ، فيا ريت حضرتك تدينا صوره عن هذا المشروع مع المحافظ. اولا تحياتي ليك وتحياتي للبرنامج. اتفضل. بالنسبه للاتوبيس الناري، حضرتك عارف ان محافظه الدقهليه المنصوره بقت زحمه قوي. اكيد. ازدحام مروري صعب جدا. بالاضافه ان التوسعات او تعمل توسعات في الشوارع يعني بتحتاج تكاليف عاليه جدا عشان نعمل انفاق او نعمل طرق ممرات اخرى، فطبعا لجأنا لدراسه عمليه الاتوبيس النهري ان نعمل 5 محطات من اول ويش لغايه اولونجيل. ان شاء الله باذن الله احنا بدانا فعلا التعاقد مع مكتب التصميمات المتخصص في هذه الموضوعات عن طريق هيئه الاتوبيس النهري، ودفعنا فعلا الرسوم من قيمه شهرين. هو فاضل له شهر يخلص كل التصميمات اللي هي المراسي والمحطات والفلوس، وهنبدا ب2 اتوبيس نهري ان شاء الله باذن الله، 5 محطات بالاضافه طاسه بعد كده. وانا بقول ان شاء الله يتم التنفيذ عاجلا عشان نقدر نخلص خلال 9 شهور ان شاء الله باذن الله. مع المحافظ يمكن كان ليك جوله قريب في مركز ومدينه اجا وزرت فيها يعني بعض الصناع الخزف والزجاج في مدينه جراح، وكان لك لقاء شعبي مع المواطنين. خليني اتكلم هنا على يعني اهميه هذه اللقاءات وكيفيه تذليل العقبات عن بعض ابنائنا في بعض المشاريع الخاصه بيهم في محافظه الدقهليه. اولا حضرتك عارف ان مش هيبني مصر الا الصناعات الصغيره والمتوسطه الصغيره والمصنوعات المتوسطه، ولازم نغير الفكر ونتصرف خارج الصندوق في عمليه الاجراءات المعقده اللي بتخلي الناس دي تتحايل او تخلي الناس دي ما تشتغلش او تشتغل في الضلمه، وفي نفس الوقت يبقى معظمهم بيقفل وما بيشتغلش. فكان احنا لينا جوله كل اسبوع في مركز معين او في قرى معينه بنحددها. فكانت اللقاء بصراحه مش عايز اقول لحضرتك لما رحت مدينه اجا، انا عايز اقول انا شفت صناعات في اجا تشرف اي واحد مصري الصراحه. انا رحت مصانع 4 مصانع، الناس اللي فيها بتشتغل بتصدر وتجيب عمله للبلد، بتنتج، العماله شغاله مبسوطه، بتطبق كل المواصفات القياسيه، بالاضافه لبعض الصناعات الاخرى في قريه جراح. كان طبعا عملنا احنا اخر اللقاء بيبقى فيه لقاء مع المواطنين في مؤتمر رسمي، بيبقى كل الاجهزه، الجهاز التنفيذي بتاعي معايا، الصرف الصحي والميه والكهرباء والتضامن الاجتماعي والاسكان، كل الاجهزه التنفيذيه بتبقى موجوده في هذا اللقاء، بحيث ان احنا بنقابل المواطنين على ارض الواقع ونقابلهم نحل مشاكلهم وناخد قرارات فوريه، واذا كان في حاجه ممكن محتاجه دراسه او كده بتاخد وقت بسيط جدا. ما تعرفش الزياره بدات حوالي الساعه 11 صباحا، انتهت حوالي الساعه 8 مساء، كانت فيها صدى كبير جدا عند الناس، ودي مش اول زياره على فكره يعني مش في اجا، في بعض الاماكن الاخرى السابقه. بشكرك معالي المحافظ مهندس حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، شكرا جزيلا لك. يمكن اتفضل. عايز بس اعلق على اتفضل. انت عارف مصر فيها حاجات كتير جدا زي اللي انت بتقول عليها دي، اماكن وبلاد معينه وصناعات معينه مش موجوده في مكان في العالم. انا محتاج اخرج بس من فكره النمط التقليدي في المعالجه، ان احنا جبنا الناس وعملنا مؤتمر وشفنا مش عارف ايه وعملنا ايه. انا محتاج المسؤول يبقى عنده دافع اقوى من كده انه يطلع بالناس ديت للنور. هو يمكن انا برضو الجوله دي لان انا كنت متابعها يا استاذ محمد، السيد المحافظ راح المصانع كويس، ولف المصانع وقعد مع الناس هناك كويس. وهو زي ما قال برضو كان معاه الاجهزه التنفيذيه، وكانت الناس تقول احنا
طلباتنا كذا كذا كذا، احنا عندنا مشكله في الصرف، عندنا مشكله في التامينات، عندنا مشكله في المكتب العام. فكانت المساله فيها مواجهه. دي المسائل اللوجستيه. انا عايز بقى المنتج اللي بعد كده. يعني انا ممكن احل المسائل اللوجستيه ديت وخلاص واخلص على كده والناس بتشتغل والدنيا انا عايز المنتج ده. انت عشان توصل للعالميه لازم يبقى عندك اغراق شديد في المحليه. يعني طلع اللي مش موجود. كل ما تبقى مغرق يعني في المحليه، كل ما تغرق في المحليه تصل الى العالميه بالظبط كده يعني. وبالتالي احنا عندنا نماذج كتير. احنا عندنا شباب يعني في سن لسه ما وصلوش حتى سن الشباب، من سن 14 و 15 سنه عندهم اختراعات وبيتكلموا عن اشياء مرعبه يا استاذ ايهاب. في مشكله دايره دلوقتي على السوشيال ميديا بين شاب اسمه محمود رامي كان قدم مشروع لتطوير التعليم، وطلع وقال ان الوزير اعلن في مؤتمر التعليم ان المشروع ده بتاعه هو بتاع الوزير، والولد عامل ضجه ما سمعناش رد. انا ليه انا محتاج اي شاب او اي حد عنده فكره اعمل مؤتمر قومي برعايه الرئيس للشباب والاطفال دول بس، بعيدا عن الشباب الكبار اللي بعد ال20 اللي خلصوا، اللي عندهم افكار، واجيبهم واتحاور معاهم واخلي الدوله تبقى مقتنعه او جهاز رسمي مقتنع ان دول بتوع بكره، دول المستقبل، واخد الكلام ده واخد منهم افكار. احنا عندنا شباب عنده افكار كويسه بتخطفوا الدول الثانيه، دبي تاخد واحد ومش عارف امريكا تاخد واحد ومش عارف فرنسا تاخد واحد. لا والله احنا محتاجين ده. انا محتاجين الفلوس دي. انا قابلت شباب كتير زي الورد هنا في البرنامج، كلهم عندهم افكار جميله، ولكن انا عندي ولد باعت لي والله على الصفحه بتاعتي بيقول لي انا عندي نظريه وكلمت بتوع ناسا اتصل ببتوع ناسا وبيقول انا مش عارف اروح فين. نظريه لها علاقه بنشاه الكون والانفجار الشمسي والكلام ده كله، علماء وبتكلم وناسا ردت عليه، تمت وردت عليه. بس فكره بقى انه يروح بقى في دهاليز البيروقراطيه المصريه والروتين المصري عشان يخرج بره او يعمل اتصالات مش موجود. انا محتاج كده في التعليم، محتاج في التعليم ابص للبراعم ديت واخدها عشان اكبرها. احنا خلاص وقتنا عدى، احنا كل اللي نملكه اللي احنا نقول ملحوظه او نحط لكن ما نفرضش راي، انما ما نفرضش راي، انما نخلي المسائل بس دول ياخدوا فرصتهم بس. بشكرك يا استاذ محمد. ربنا يخليك. استاذ محمد العزيزي الكاتب الصحفي الكبير بالجمهوريه، كنت ضيفا عزيزا في هذه القراءه التحليليه. اعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلين معكم، وبعد الفاصل ومصر على الهواء ولقاء خاص عن احياء صناعه الغزل والنسيج مع الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج. يمكن موضوع الغزل والنسيج موضوع كبير أوي، ملف شائك أوي، وفي بنشوف كل المصانع القومية أو اللي كانت تابعة للدولة متوقفة. هذا الملف هنفتحه مع الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم بعد الفاصل، فابقوا معنا.